غزة جديدة، سكان جدد، تهجير معلن. على لسان الرئيس الأمريكي الصدمة تلف العالم وردود الأفعال تتوالى. ترامب يتحدى مصر والأردن بنبرة واثقة ومهددة بخصوص نقل سكان غزة إلى البلدين المجاورين. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة الولايات المتحدة للسيطرة على قطاع غزة، وقال إنه يتطلع إلى أن تكون لأمريكا ملكية طويلة الأمد في القطاع. ازرع كل الأرض مقاومة، ترمي في كل الأرض بدون، إن كان ضلمة تمد النور، وإن كان سجن تهد السور. في ظل الظروف اللي بنعيشها دلوقتي، ورغم اننا في برنامجنا عودناكم ان احنا بنتكلم عن السينما والفن او يعني مواضيع كتير مختلفه، النهارده قررنا ان احنا نخرج بره الاطار ده، مش عشان نغير هويه البرنامج، لكن لان في حاجات ما ينفعش نتجاهلها. التهجير، الكلمه اللي بنسمعها في البرامج والتوك شوز، لكن وراها الاف الحكايات اللي بتحصل لناس من لحم ودم، ناس كان ليهم بيوت وشوارع وحواديت، وفجاه بيضطروا يسيبوا كل حاجه ويمشوا. يمكن حد يسال احنا ليه بنتكلم عن الموضوع ده، والاجابه ببساطه ان احنا لازم نقول كلمتنا، مش عشان عندنا حلول سحريه، بس لان السكوت في وقت زي ده يعتبر مشاركه في النسيان، نسيان الارض والعرض والدم والاخوه. يمكن بنعمل كده عشان يمكن حد يستفيد، ويمكن بس بنفضفض وبنتكلم عن اللي حاسينه، او يمكن لاننا مؤمنين ان التفكير بصوت عالي اوقات بيكون اهم من الهتاف ومن الشعارات الكبيره ومن الزعيق اللي عمرهم ما حلوا مشكله، لكن الفهم والنقاش ممكن يفتحوا طريق جديد، حتى لو مش للنهارده، بس يمكن في يوم النور يملى عقولنا وقلوبنا. النهارده مش هنحاول نبيع لكم كلام كبير، ولا هنقول كان لازم يحصل كذا، ولا ان احنا عارفين الحل، لكن هنحاول نفهم ونسمع ونحكي. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك. حلقتنا النهارده بنسجلها بتاريخ 8 فبراير 2025 عشان اللي بيحصل بقى سريع جدا، وكل يوم في تصريح جديد، وكل يوم في حركه اسرع. واللي هنقوله ده ممكن يبقى قديم وقت عرض الحلقه، بس اللي مفيش مفر منه ان التهجير مش مجرد كلمه بسيطه، دي حياه بتقتلع من جذورها زي الشجر بالظبط. طفله كان بتنام في سريرها ما تعرفش هتنام فين، في مخيم ولا في العراء، وهتلاقي اهلها اصلا ولا لا. راجل كان بيحكي لاطفاله حكايه قبل النوم، لكن دلوقتي بقى هو واهله هم اصلا الحكايه، بس للاسف ما بتتحكيش. بيوت بتتهدم وخرايط بتعاد رسمها وكأن شيء لم يكن. عينين الاطفال فيها سؤال دايما، اشمعنى انا بقى اصلا من السويس، وفي السويس عندنا تقويم خاص بينا اسمه التهجير او الهجره. وانا صغير كنت بسمع كلمه ايام الهجره، ولاقي حد بيقول انا امي اتولدت ايام الهجره، واسمع حكايه جدي وستي، واللي طبعا لازم يبقى جواها كلمه الهجره. لما كبرت شويه لقيت نفسي عارف الحكايه لوحدي، ما اعرفش ازاي، بس ممكن اكون خمنت الحدوته، ممكن من كتر كلام الناس اللي حواليا، وعرفت ان في عصر ما قبل الهجره وعصر ما بعد الهجره. والهجره في السويس او التهجير كان نزوح اهالي محافظات القناه بعد قرار 67 اللي اصدره جمال عبد الناصر تحديدا بعد استهداف المصانع وبيوت المدنيين من قبل العدو اياه، وبناء عليه هاجروا اهلي من مدنهم، مشيوا وسابوا وراهم بيوت وقصص ومشاعر. كان حلم جميل فيه مصانع وانتاج وتعليم وكل شيء بيتبني من الشعب وليه. وبعد ما كانوا فاكرين ان هي مساله شهر ولا اتنين، اتشتتوا تماما جوه مصر، بس المره دي من غير مدينتهم السويس، واللي استمرت تقريبا لمده 7 سنين. ناموا كانوا بيسمعوا اغاني ام كلثوم وعبد الحليم عن الحب والرومانسيه عشان يصحوا على اغاني الحرب والعروبه والفدائيه. عدى النهار والمغربيه جايه، والله بكره يا عم ابراهيم. 7 سنين عجاف. 7 سنين ممكن يحسوك ان هم مده مش كبيره، بس اللي حصل ان الناس رجعت وناس لا. وهنا دابت كتير من اصول السويسه اللي عاشوا فيها ساعتها جوه جذور تانية، ودابت عشان تبقى السويس بعد كده هي بلد الغريب.
دي حكايتي مع الكلمة ومع التهجير. هحكي لكم النهارده حكاية صغيرة عن شعب كان موجود وما بقاش موجود. الشعب ده اسمه شعب الإنكا، وده كان واحد من أعظم الحضارات في أمريكا الجنوبية، وإمبراطوريتهم كانت في جبال الإنديز، وعاصمتها كانت كوسكو في بيرو حاليا. بدأت حضارتهم في الظهور في حوالي القرن ال13، لكن قوتها بلغت الذروة في القرن ال15، وده كان تحت حكم الإمبراطور باتشاكوتي اللي قدر يوسع الإمبراطورية ويخليها الأكبر في المنطقة. الإنكا كانوا متقدمين جدا في الإدارة والزراعة، وبنوا شبكة طرق عملاقة، وطوروا نظام ري ومدرجات الزراعية عشان كمان تساعدهم في الزراعة في الجبال. الغريب ان هم ما كانش عندهم اي كتابة، لكن كانوا بيستخدموا حاجة اسمها الكيبو، وهي عبارة عن شوية حبال متعقدة في بعض بيستخدموها عشان يحفظوا المعلومة. امبراطورية الإنكا كان بيحكمها سيطرة مركزية قوية، والامبراطور او السابا إنكا كان بيعتبر نفسه ابن الشمس، يعني الحاكم بأمر الآلهة. تحته في طبقة من النبلاء والمسؤولين، وكان مجتمع منظم بشكل هرمي، في الفلاحين اللي شغالين في الزراعة والمحاربين والكهنة والحرفيين المهرج. نهاية الإنكا بدأت لما الأسبان بقيادة فرانشيسكو بيزارو وصلوا سنة 1532. في الوقت ده الإمبراطورية كانت في حالة ضعف بسبب حرب أهلية بين الأخين اللي هم ولاد الإمبراطور السابق كاباك، واللي مات بسبب وباء الجدري اللي انتشر بسبب الأوروبيين بعد ما كسب الحرب ضد أخوه. كان أتاهو ألبا كان بيحتفل في مدينة كاخاماركا، فوصل بيزارو ومعاه حوالي 130 جندي بس، لكن كان معاهم أسلحة نارية وخيول، حاجة أول مرة الإنكا يشوفوها. بيزارو دعا الإمبراطور عشان يقابله، ولما جه نصب له فخ، قتل حراسه واعتقله يوم 16 نوفمبر 1532. الأسبان طلبوا فدية ضخمة من الذهب والفضة عشان يفرجوا عنه، والإنكا جمعوا كنوز كتير من الذهب عشان يفدوا زعيمهم، لكن رغم كده الأسبان قتلوه في 1533، وده دمر طبعا روح المعنوية للإنكا. بعدها الأسبان دخلوا كوسكو وسيطروا عليها رسميا، لكن الإنكا ما استسلموش، فضلوا يقاوموا ويدافعوا عن أرضهم، وظهر قائد اسمه مانكو أنكا اللي بدأ مقاومة شرسة ضد الأسبان سنة 36 وشن هجوم كبير جدا على كوسكو. لكن بعد معارك طويلة اضطر ان هو ينسحب للغابات المطيرة، وهناك أسس آخر معقل للإنكا. الأسبان فضلوا يطاردوا الإنكا لحد سنة 72 لما قبضوا على آخر حكامهم توباك أمارو الأول، وطبعا تم إعدامه في كوسكو، وده عشان يبقى النهاية الرسمية للإمبراطورية الإنكية. رغم سقوط الإمبراطورية شعب الإنكا ما انتهاش بالكامل، أحفادهم لسه عايشين بس متفرقين في دول كتير زي بيرو، بوليفيا، الإكوادور وكولومبيا، بيتكلموا لغة الكيشوا، لكن ما بقوش عايشين على أرضهم. الحواديت والقصص مش موجودة بس عشان تتحكي، لكن عشان تعلمنا حاجة. يعني لو فكرنا في انتهاء شعوب قبل كده وازاي الحضارات بتاعتهم اندثرت، هنلاقيها تقريبا فيها حاجة من بعض. العملية اللي بتبدأ بالغزو أو الاعتداء، وده دايما بيكون في أوقات الضعف، سواء بقى صراعات داخلية بكل أنواعها زي خلافات على الكرسي أو أول خطوة في اختفاء أي شعب بيكون الغزو العسكري، ده عن طريق دخول قوة أجنبية قوية للمناطق اللي بيعيش فيها الشعوب المستهدفة. دايما الغزاة بيكون معاهم تكنولوجيا أعلى، سواء بقى أسلحة متطورة أو تكتيكات عسكرية متطورة أكتر، ويا سلام بقى لو معاهم دعم عالمي أو من مراكز القوى العالمية. بعدها طبعا بتحصل حالة من الفوضى عشان بيحصل فقدان للقيادة والاستقرار، عشان يحصل بعديه على طول انهيار للنظام الاجتماعي وطبعا السياسي للشعب المعتدى عليه. هيحصل ايه بقى بعد كده؟ هيحصل حاجة من الاثنين، وغالبا ليهم نفس النتيجة. لو الموضوع ما خلصش بالنسبة للمعتدي، فبيحصل تقليل تدريجي للمساحة الجغرافية اللي عايش عليها الشعب الأصلي. الاحتلال والتوسع العسكري بيعمل ايه بعد كده؟ بيصادر أراضي، وطبعا مش أي أراضي الخصبة والاستراتيجية المهمة بتتنقل بعدها للمستوطنين الجدد، وطبعا ده بيدمر الاقتصاد المحلي عشان كمان ينهي فرص الحياة للسكان الأصليين، ويدخل بعد كده في خطوة الحصار الاقتصادي ويمنع الشعب الأصلي من الوصول لموارده الطبيعية أو وسائل العيشة، وبالتالي بيضعف الشعب ويصعب عليه الحفاظ على وجوده. بعدها بيتم تهجير الشعب الأصلي من أراضيه. ده مش بس تهجير قسري، لكنه كمان بيحصل في إطار ممارسة القوة والتأثير على السكان الأصليين عشان يسيبوا أماكنهم اللي عاشوا وتربوا فيها وكبروا وكونوا كل الذكريات الحلوة ويمشوا ويسيبوها. وبعد الأحيان التهجير بيكون جزء من خطة لطمس الهوية الثقافية، وعشان يشل قدرة الشعب المعتدى عليه بالعودة مرة تانية، أو حتى المقاومة في سبيل إنه يرجع للمكان اللي بينتمي ليه. تهجير القسري اللي بيتم بينقل السكان لأماكن نائية أو لمعسكرات بعيدة عن بيوتهم الأصلية. وما بيقفش على كده طبعا، بيخش بعديها على مرحلة إعادة التوطين. يعني إيه إعادة التوطين؟ الغزاة أو المحتل بيستبدل السكان الأصليين بأشخاص جدد من جنسياتهم أو ناس ليهم أفكارهم ومعتقداتهم، عشان بكده يدمر البنية الثقافية والاجتماعية للمنطقة دي وتنتهي فرص العودة للأبد. كده يبقى خلاص خلص الموضوع. طبعا ده ممكن يحصل في وقت قليل جدا، وده حسب عدد السكان وقوة المعتدي. ممكن يطول، وده له علاقة بالنفس الطويل. أولويات وعقيدة المعتدي ساعتها بيلعبوا دور كبير قوي في القصة دي. معرفش، طيب مش حاسين ان ده شبه اللي بيحصل دلوقتي؟ مش حاسين ان ده سيناريو بيتكرر معانا تاني؟ طيب تعالوا نفكر ونشوف حدوتتنا مع بعض، يمكن نعرف ويمكن معرفش. يا فلسطيني يا بتنام عليك كل شارع، من مصر طالعة من تحت ايديك ألف نارة. يا فلسطيني يا بتنام عليك كل شارع، من مصر طالعة من تحت
الحكاية بتبدأ وبتنتهي من فلسطين. إيه أورشليم يا قاتلة الأبرياء والأنبياء. فكرة فضلت تكبر وتصغر وترجع وتختفي جوه مجتمعات اليهود المختلفة. جماعات بتدفع عشان تنفذها، وجماعات تانية بتقتل، وجماعات تانية بتسيطر، كل ده عشان يوصلوا لحلمهم واللي كان بيتحقق حوالينا من زمان. أول فكرة بدأت قبل الميلاد على إيد حركة الميكابيين، وكانت بعد العودة من السبي البابلي، وهم اللي فكروا إزاي يرجعوا ويسيطروا وطبعا يبنوا الهيكل المزعوم. بعد كده حركة بار كوخبا 118 ميلادية بنفس الفكرة، وما اهتمتش بفكرة التطهير أو حتى التهجير، وفضلت حركات على مر التاريخ زي حركة ديفيد روبن، حركة ملوخ، أو حركة منشأ بين إسرائيل، وحركة شبتاي. حركات كتير على مر 1700 سنة بتحلم بنفس الموضوع، لغاية حركة رجال المال روتشيلد ومونتفيوري. هم دول أهم اسمين لبداية الفكرة. وتمر السنين وتبدأ هجرة يهودية تدريجية تحصل لغاية هرتزل، وهرتزل ده لوحده أو قادة اليهود محتاجين حلقات وحلقات، لو حابينها يقولوا لنا في الكومنتات. هرتزل عمل تحول كبير في الفكرة دي، وهو القائد الأول لفكرة التهجير في سيناء، وكان بدأ مفاوضات لشراء فلسطين من السلطان العثماني مقابل 20 مليون استرليني تسدد بيها الخلافة ديونها وتطلع من أزمتها الاقتصادية. ففكر إنه لغاية لما المفاوضات تخلص لازم نقعد اليهود المهاجرين في مكان، ويكون المكان ده قريب من فلسطين. ففكر ساعتها في العريش، وحاول ساعتها إنه يأجر من الخديوي عباس 630 ميل مربع عشان يعملها مستوطنة ويأجرها لمدة 99 سنة، ولما ياخد الأرض من الخلافة ينقل العرب هناك ويودي اليهود فلسطين. بس خلاص خلصت. لكن الخطة باظت طبعا، وكرومر رفض. كمان السلطان العثماني ما باعش فلسطين، وتفضل فكرة تهجير الفلسطينيين جزء ما بينتهيش من فكرهم، ودايما طول الوقت بتحتضنه أمريكا. في بداية القرن العشرين كانت فلسطين أرض جميلة مليانة بالحياة، ناسها عايشين في قراها ومدنها بين الحقول والمساجد والكنائس، في الأسواق والقهاوي. بس كانت من بعيد المؤامرة بتتجهز، واللي كان شايف المشهد كويس كان حاسس إن الأرض دي في طريقة عشان تتسحب من تحت رجول أصحابها. الحركة الصهيونية بدأت تبعت أول فوج للمهاجرين اليهود، وبدأوا يأسسوا للجامعة العبرية، واللي كانت حلم قومي وثقافي لليهود في فلسطين. هدفهم ان هم يرجعوا لأصلهم ويبنوا مستقبلهم على أساس العلم والبحث، طبعا زي ما روجوا ليها وقتها. من آخر القرن 19 وبداية القرن العشرين كان في حركة فكرية بين اليهود بتهدف لتأكيد هويتهم وان ليهم أصول في فلسطين، وكانوا عايزين يأسسوا جامعة عشان تبقى منارة للعلم والثقافة، وطبعا عشان يبثوا منها أفكارهم ويأكدوها. المثقفين والقادة اتجمعوا وخططوا للمشروع ده، واشتغلوا مع بعض عشان يجمعوا التبرعات والدعم من الدول لحد ما افتتحوا الجامعة رسميا في القدس. والكلام ده سنة 1925. وقتها لسه الدنيا كانت ماشية في هدوء بس نسبي، لكن الحقيقة ان المهاجرين دول كانوا مقدمة للمشروع بس اكبر بكتير. مشروع هدفه ان الارض تتاخد واهلها يتشردوا، ومن هنا بدأ التهجير، مش من دلوقتي زي اللي بيحصل مع اهل غزة، لا الموضوع طلع من زمان قوي. المهم الفلسطينيين قاوموا، بس الحكاية كانت اكبر من معارك صغيرة هنا او هنا. لما بريطانيا استلمت فلسطين سنة 1920 بقت القصة واضحة اكتر. بريطانيا مش بس احتلت فلسطين، دي فتحت باب الهجرة اليهودية على البحري في الوقت اللي كانت بتحط قيود على الفلسطينيين، وكانت النتيجة ان الاراضي الفلسطينية بدأت تتسرسب من غير معارك، بالقوانين، بالمخططات، بالخداع، واحيانا بالقوة. حصلت انتفاضات وثورات، اهمها ثورة 1936 واللي استمرت لمدة 3 سنين. بدأها الصهاينة بعد ما قتلوا الشيخ عز الدين القسام سنة 1935. الفلسطينيين بعد كده قتلوا 2 واصابوا الثالث. بعدها بيعلن امين الحسيني 16 مايو 1936 ان اليوم ده اسمه يوم فلسطين، وساعتها دعا لإضراب عام، واللي اتوصفت من اليشوب أو اليشوف اليهودي بأنها شيء غير أخلاقي وإرهابي. اليشوف للي معرفش هي كلمة بمعنى هيئة السكان اليهود في فلسطين، والكلام ده قبل قيام الكيان. طبعا الفلسطينيين قاوموا بكل قوتهم وطالبوا بإنهاء سياسة الهجرة اليهودية المفتوحة، لكن بريطانيا قصفت القرى، اعتقلت الآلاف ونفت القادة، وساعدت العصابات الصهيونية إن هي تبني قواعدها العسكرية. وإيه بقى النتيجة لده؟ فلسطين والعرب دخلوا حرب 48 وهم منهكين في مواجهة عدو جاهز وسلاحه متقدم، وكمان مدعوم من قوة عظمى، يعني متوفر معاه كل الشروط. لما الأمم المتحدة أعلنت قرار تقسيم فلسطين سنة 1947 بدأت بقى العصابات الصهيونية إن هي تنفذ مخططات التهجير على الأرض. القرى الفلسطينية اتدمرت، المجازر حصلت والدم سال في الشارع، والناس هربت تحت قصف المدافع، وهم مش عارفين إن هم مش راجعين بيوتهم تاني. أكتر من 750 ألف فلسطيني اتشردوا. يمكن لما تسمع الرقم ده في زماننا تقول يعني قليل، لكن هم وقتها كانوا أصلا 1,400,000 فلسطيني، يعني
اتهجر اكتر من النص في ضربه واحده، نص الشعب مشوه. المهم شويه منهم راحوا على الضفه الغربيه وشويه على غزه وشويه على لبنان واردن وسوريا. المدن الفلسطينيه زي يافا وحيفا والرمله وقعت واحده ورا الثانيه، واهلها اتحولوا لمجرد لاجئين حاملين مفاتيح بيوتهم اللي اتحولت لمستوطنات عشان يسكنها ناس تانية مكانهم. اللي افتكر النكبه خلصت سنه 48، لا طبعا دي بس مرحله مفصليه، عشان هنا قامت دوله الكيان وحييم وايزمان بيتحول لاول رئيس للدوله المزعومه. والراجل ده برضه على فكره يستحق له حلقه، واللي رسم خطوط وافكار الدوله فكريا وطبعا استراتيجيا. بعديها يجي ثوره يوليو 52 ويبدا يبقى فيه ترقب حذر. الحاجه اللي خلت امريكا ساعتها جواها فكره ما بتتغيرش ونابعه من تجربتها، هي ان حل مشكله الصراع ده ان يبقى فيه للدوله الجديده وطن خاص بيها، وان العرب يعترفوا بده وكمان يقيموا علاقات قويه معاها. ويبدا مقترح امريكا يتبلور بنقل الفلسطينيين لسيناء تحت اسم مشروع سيناء، واول مشروع متكامل بنقل جزء كبير من سكان فلسطين الى مكان قرب بور فؤاد، وتمارس كل انواع الترغيب. اتقدمت امريكا لعبد الناصر وبتقول له شبيك لبيك عايز ايه وتوافق، وطبعا اترفض المشروع. بعديه يدخل مشروع جديد اسمه الجزيره، توطين برضو للفلسطينيين بس في شمال شرق سوريا، والانبار في العراق، واصطف العرب وتم رفضه. طيب كده خلاص؟ لا طبعا، هفضل ازق فيك شويه شويه لحد ما تحصل حرب 67 اللي ما يتسموش احتلوا ما تبقى من فلسطين، ومعاها سيناء والجولان. الاف الفلسطينيين اتهجروا من الضفه الغربيه وغزه، والاحتلال بدا يبني المستوطنات بشكل رسمي. بقت القصه مش بس احتلال عسكري لكن كمان مشروع استيطاني هدفه انهاء الوجود الفلسطيني على الارض. ودلوقتي مخطط التهجير بقى اسهل، ايه اللي يمنعهم؟ يلا سيناء معانا وغزه اللي مصدعاك، نفذ حلمك بقى. لكن لاسباب كتير بس اهمها تمسك اهل غزه بارضهم، فشل المخطط. كان في جزء بسيط ساب غزه، لكن ده ما غيرش التركيبه السكانيه لغزه، وفضل طول الوقت الفكره اللي مسيطره على امريكا، يمكن اكتر كمان من الكيان نفسه. هو الحل في التهجير. في دايما رغبه امريكيه موجوده، تحس ان هم متمسكين بمشروع التهجير اكتر من حكام الكيان نفسهم. صفقه القرن اللي دعا عليها ترامب في ولايته الاولى واللي ملحقش يمررها، ما استناش كتير، اول ما رجع البيت الابيض بيطرحها تاني بس بشكل اعمق. المره دي هل هتفشل؟ يبقى السؤال المهم، ليه غزه؟ وليه دلوقتي؟ وليه الخناقه على حته ارض حجمها صغير جدا بتساوي تقريبا 1.3% من مساحة فلسطين التاريخية؟ غزة اللي بيسكنها حوالي 2 مليون نسمة من عدد السكان الفلسطينيين حاليا، اللي هم تقريبا 5 مليون ونص داخل الأراضي المفروض وتحت حكم فلسطيني. كيان شايف ان غزة صداع بيأرقه، وان الكثافة السكانية الكبيرة اللي هناك لازم بقى تقف على النمو. من ساعة خروج جيش الاحتلال من غزة سنة 2005 ولغاية النهاردة كل شوية حصار اقتصادي، قصف وعمليات تجويع، لكن كانت أكبر مرة التدمير اللي حصل بعد 7 أكتوبر. التدمير ده كان مقصود وبالشكل ده، ما كناش مستوعبين وقت القصف اكتر من انه انتقام على طوفان الاقصى او مجرد حالة غضب. لكن بعد ما العمليات وقفت في الهدنه الاخيره اكتشفنا ان غزه تقريبا اتدمرت، والبنيه التحتيه تقريبا مش موجوده، وحوالي 90% من البيوت والمدارس اتهدمت. يعني باختصار منعوا كل سبل الحياه، عشان نكتشف ان الاهداف اللي اعلنها الكيان للعمليه كانت مجرد اهداف تكتيكيه، لكن الهدف الحقيقي اللي بجد هو انهاء القضيه الفلسطينيه بضربه واحده. اللي فاكر ان القصه وقفت على غزه يبقى مش واخد باله من التصريحات كويس. القصه هي ان امريكا واسلوبها بيقول الكلام باختصار. دلوقتي الغزاويه مش هيعرفوا يعيشوا من غير بيوت ولا ميه ولا كهرباء ولا مدارس، والموضوع ده في تقدير ترامب ياخد له بتاع 10 سنين عقبال ما ترجع تاني غزه. يبقى ايه الحل بقى؟ يبقى الحل ان الغزاويه يروحوا مكان تاني يقعدوا بقى هناك فيه ويتبسطوا، وبعد كده نشوف هنبقى نرجعهم ازاي. والكلام ده طبعا بعد ما نبنيها. وهل اصلا هنبنيها؟ طب والمين؟ وبفلوس مين؟ واشمعنى المره دي مختلفه عن اي اقتراح تاني اتقدم؟ مش بس اختلاف الوضع وسيطره اليمين في الحكم، مش بس وقوف ترامب بقوه ورا الفكره، لا، ان امريكا بتقول ان هي اللي هتبقى موجوده. هنا ده تصريح خطير وخطير جدا كمان، وبيقلب كل افكار المعادله. امريكا اللي بتصدر نفسها من اول يوم راعي السلام في الشرق الاوسط، وانها بتدعم عمليات التحول، هيبقى ليها في الريفيرا الجديده. الريفيرا الجديده اللي ما يعرفش ده حلم عشان يعملوا شط ساحلي مليان منتجعات وفنادق على ارض غزه. وضع غريب وجديد، ولغايه دلوقتي التصور مش كامل. بس لو حد ركز في مؤتمر ترامب كان بيقرا من ورقه، وده على فكره انا ما شفتوش متعود عليه قبل كده. ونتنياهو كان بيقول وقتها ان الفكره دي كويسه جدا ولازم نفكر فيها. كمان وضع العرب مختلف، بلاد بتعاني من مشاكل اقتصاديه وبلاد بتعاني من عدم الاستقرار سواء داخل حدودها او على حدودها. مفيش راي عربي موحد، اولويات العرب مختلفه جدا. وكمان الفلسطينيين نفسهم واصلين لمستوى من الاختلاف في الرؤيه صعب قوي. كل العوامل دي وعدم استقرار الوضع الامني في الشرق الاوسط من 2011 لغايه دلوقتي اضعف 100 مره من ان نقدر نواجه الضغوط دي كلها. كمان فكره ان امريكا
والكيان، واغلب العالم هيقفوا ضد اعاده اعمار غزه بحيث انها تبقى بلد ينفع الناس تعيش فيها، وطبعا ده بحجه وجود حماس هناك ومفيش قياده. طب مين اللي هياخد الفلوس وهنساعد مين في اعاده الاعمار؟ بس مصر بتفكر هي والدول العربيه انها تلعب اللعبه دي معاهم، عشان كده كل تصريحات مصر بتصب في انها تسد اي ثغره بيفكروا هم فيها. يعني مثلا مصر اول ما اتقال لها تهجير غزه لغايه لما نعيد تعميرها تاني، رد الرئيس المصري وقال لهم وماله، بس يروحوا صحراء النقب، وهو عارف ان صحراء النقب بالنسبه للكيان خط احمر، وده من تعليم بن جوريون. فازاي بيفكر قاده الكيان ومصر عارفه كويس ان الوضع مختلف وان الخطه مش هي خالص اللي معلنه، مش شرط تتنفذ دلوقتي. ترامب قال لنا كده، نشوف بديل عن ارض مصر والاردن. ماذا غير الأردن ومصر؟ القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن هناك دولا يتم اقتراحها لتنفيذ خطة ترامب، وهي مثلا المغرب المغرب الذي يسعى لاعتراف دولي لسيادته على الصحراء الغربية وفقا للقناة الإسرائيلية، وكذلك إقليما أرض الصومال وبونتلاند في الصومال، حيث يسعيان أيضا للحصول على اعتراف دولي بسيادتهما. وده بيفكرني بنفس عقلية هرتزل. بيقول نحوم جولدمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية، مشكلة هرتزل انه لم يرى العرب في المعادلة او صمم على عدم رؤيتهم، وانه اعتبر ان حل المشكلة اليهودية بس في وسائل النقل اللي تنقل اليهود من اوروبا لفلسطين. على فكرة نفس المشكلة بتتعاد، ترامب بيتكلم عن نقل ناس من غير لما يقول لهم طب انتوا رأيكم ايه. كل ده لان القصف المستمر اللي حصل بعد 7 اكتوبر ولغاية الهدنة ما كانش هدفه حماس بس، كان هدفه اعمق، اني انهي فرص الحياة الكريمة في غزة، وبعد كده كل اللي على امريكا انها تشوف لهم مكان يعيشوا فيه احسن. بس تفتكر امريكا فعلا هو ده اللي هي عايزاه؟ معرفش. اللي متاكد منه انه طول الوقت في التعامل مع العقليه الامريكيه بالذات مع الجمهوريين، ولو مع ترامب انك بتتعامل طول الوقت مع تاجر او رجل اعمال، في فصال وفي رغبه كبيره ان الكل يطلع كسبان من الصفقه ومستريح. هو ممكن يكون بيكلمك في غزه بس في نفس الوقت عايز يمرر تدمير الضفه، ممكن يكون بيفضلك على الضفه اصلا، بس الاساس انه بينهي على حل الدولتين. يمكن عايز ينهي فكره التطبيع مقابل حل الدولتين، ويضغط على الدول العربيه ان هم يفكوهم من حل الدولتين، والذريعه ان مفيش اصلا اتفاق بين الفصائل الفلسطينيه على قرار حل الدولتين لغايه دلوقتي. حماس مثلا بتتكلم على دوله واحده تبدا من حدود 67، وده طبعا بدون الاعتراف بدوله الكيان. هو كمان ترامب تحديدا بيبص لنا ازاي؟ ترامب عايز يخش التاريخ بانه يعمل اللي محدش عمله، عشان كده هو الوحيد اللي اعترف بالقدس عاصمه ليهم، وقال وقتها جملته الشهيره العرب هيزعلوا في الاول، ممكن يتظاهروا، ممكن يشجبوا، لكن في الاخر هينسوا. واضح انه فاهم وقاري كويس قوي، وزي ما نجيب محفوظ قال آفة حارتنا النسيان. وفي طبعا فيديو شهير بيسخر فيه مننا، اتفرجوا عليه. The pressure that was put on me by so many other countries calling, please don't do it, please don't do it. The last 2 weeks I didn't take anybody's phone call. I got calls from kings, you can imagine. I got calls from everybody. Not to do it, please don't do it. So what I did is I said, you know what I'll do? I won't take their call, I'll call them back in a couple of weeks. I said, do me a favor. Tell the Prime Minister that I'll call him back in 2 weeks. I'm busy. He said, 2 weeks? That's a long time. Tell the king I'll call him back in a few days. So anyway, so I did it. And then I made all those phone calls. Had a lot of publicity. We did it. It was a big story. Nothing happened. Remember, the world was going to come to an end, right? Nothing happened. I kept saying, are we okay? Yeah. Is there a protest? No. 3-4 days go by. I said, what's going on? This is strange. But then I started making the calls. I say, King, what do you want? What's up, King? And he goes, I wanted to call you to tell you we would be very much opposed. I said, oh, I wish I spoke to you sooner, sorry. And everybody's happy. ترامب كمان اللي بيتعامل معانا طول الوقت بمنطق السيديهات، ومش بس السيديهات، هو عارف اخرها ايه. ههدك واخوفك واقول لك اختار ما بين حاجتين اصعب من بعض، وهرفع لك سقف المطلوب في الصفقه، وعشان في الاخر ارسيها على تنازل منك انت بدون اي جهد مني، وتفتكر انك بكده كسبت الصفقه، في حين ان هو واخد منك حق بدون اي مجهود. ايوه انا بتاع البيزنس القديم، مدرسه رجال الاعمال الامريكان اللي كانوا بيمرروا صفقاتهم مع الهنود الحمر، صحاب الارض الاصليين، سواء بالخداع القانوني او بالعنف العسكري، او حتى لما اجبروهم بالتخلي تماما على هويتهم وتدويبهم في المجتمع، لما حاولوا يعلموهم لغتهم وينسوهم اصولهم. وبنفس المنطق ده يعني لو مش عاجبك الكلام عادي كده كده
امرر اللي انا عايزه، وعارف ان انت مش هتعرف تفتح بقك، اخرها هتشجب وتندد وتسكت، واللي عايزه هيتمرر زي اللي عمله قبل كده كتير، زي ما اتمرر قرار عاصمه الكيان. هي دي رؤيه رجل الاعمال اللي في ايده سلاح كمان. طيب هو ترامب ايه هدفه وليه اصلا بيعمل كده؟ هل مثلا عشان اخد اكتر من 80 مليون دولار دعم في حملته الانتخابيه من الارمله مريم إيدلسون، ارمله صلاه القمار الشهيره، واللي اسست لاس فيجاس ساندز، واللي هي في الاصل بنت بلدهم وشريكه حلمهم، واللي يمكن عشان ترامب عاش طول عمره بيحلم ان تتحفر صورته مع رؤساء امريكا على جبل راشموند عشان يبقى زيه زي جورج واشنطن ولا ابراهام لينكولن. وده طبعا مش هيتحقق الا لما يرضى عنه الكيان بان القضيه دي تتحل وللابد. ساعتها نقدر نحط صورتك جنبه، ولا يمكن بما انه رجل اعمال فيكون مهتم بالاستثمار في الفنادق والقرى السياحيه الكبيره، ويبقى شريك في ريفيرا الجديده على سواحل غزه، وطبعا بتامين امريكي. معرفش. اصل الجراد اشكال والوان حطيت على الاسطر بيحش له 1000 ماركه و1000 دراع وكل يوم بيبدل وش. طيب ايا كان ايه اللي في دماغ الراجل ده، يمكن يكون ظهر زي ما قلت قبل كده ان الاحداث بقت سريعه جدا وصادمه. يعني النهارده مثلا الجدول الزمني بقى مفتوح وغير محدد الميعاد، بس ممكن تكون زيارته للسعوديه هيبان فيها جزء كبير من الصفقه المطروحه. للخواجه ابن مريكا لما بيدخل حواريكا يا اما يخطف في بطاطه. نرجع تاني لافكارهم. هو طول الوقت بيحط قدامك خيارات كتير كلها صعبه، وبيحط قدامك خيارات تانية اسهل، وكل الخيارات في مصلحته، واللي ما حصلش النهارده يبقى بكره. عاوز تعرف الخيارات اللي على الترابيزه؟ اقول لك. شايف الراجل اللي في الصوره ده جنرال متقاعد في جيش الدفاع، وهو اللي عمال يصيغ الافكار. جوهرها الحقيقي الالتفاف على اتفاقيه اوسلو وانهاء فكره حل الدولتين. ده كان ماسك الامن القومي عنده، وده اقترح على مبارك انه ياخد 12 مليار دولار في مقابل 600 كيلو في سيناء واقامه مطار واستضافه مليون نسمه من القطاع هناك. مبارك رفض الاقتراح اللي فضل يتكرر عليه كل شويه، والمبلغ بيزيد مع الوقت. الراجل ده اقتراحاته ما خلصتش، ومعرفش هي الهدف الحقيقي من الموضوع ولا لا. هنشوف من ضمن اقتراحاته فكره تبديل الاراضي، ومقترح كمان بتاسيس فيدراليه اردنيه ان يبقى فيها 3 ولايات تابعين طبعا للاردن، هما الضفه وغزه والاردن نفسها. اقتراحات كتير كمان لما تحطها جنب كلام ترامب وهو بيقول ان الدوله العبريه مساحتها صغيره قوي وانها لازم تتوسع اكتر من كده، طبعا يبقى فيه كلام تاني. كمان الارض اللي سيطر عليها الكيان في سوريا بعد سقوط بشار مفيش كلام عنها خالص. الناس مش واخده بالها ان الهدنه موجوده بس في غزه ولبنان بس، لكن في الضفه الضرب مستمر. كل ده بيقول حاجات محتاجين نفكر فيها من جديد ونفكر بهدوء شويه. معرفش من فين يا شاب النسب وبنت مين في الناس ومين في ناسك حسب وعطاك بالتالي واحنا في اخر الحلقه محتاجين نفكر في حاجه مهمه قوي. هي الناس دي بتفكر ازاي قدروا يسيطروا على اللعبه كلها وطول الوقت بيقللوا الخيارات اللي قدامنا؟ ازاي بعد ما كنا رافضين في الاول قرار التقسيم سنه 47 فضلنا ننزل وننزل لغايه لما بقينا بندور على حل بس ان نبقى اصلا موجودين؟ الخط ده خطي والكلمه دي ليا غطي الورق غطي بالدمع يا عينيا شط الزيتون شطي والأرض عربية. في مساحة 1% من أرض فلسطين التاريخية. إزاي ده كله بيحصل؟ إزاي كان بياخد أرض من سوريا وبيخش لبنان يجتاحها؟ دايما هما بيحطوا استراتيجية ورقة أسئلة، وعقبال ما تحاول تجاوب تتغير الأسئلة. إزاي تحولوا من شعب بلا أرض إنهم يحولوا الفلسطينيين إن هما اللي بقوا شعب بلا أرض؟ هرتزل والصهيونية في الأول هما اللي تبنوا الشعار ده، بعد كده فضل الكيان يلعب دور الدولة الضعيفة المستكينة المسالمة اللي كل الهمج يا عيني عايزين ياكلوها. بعد كده يحول الفكرة سنة 67 للجيش الذي لا يقهر، ويبدأ شعار جديد مع السلام، هو الأرض مقابل السلام. بعد كده يحولوه للسلام مقابل السلام، يعني يقول الحمد لله أنا مش هاخد منك حاجة. مراحل مرت بسرعة في خطة محكمة معمولة بالمسطرة من أول هرتزل لغاية نتنياهو. مروا بمجموعة من العرابين للكيان، آباء مؤسسين كل حد فيهم أضاف للكيان بصمته وتعليمه الخاصة، بس أكيد إن هم عندهم من المشاكل الكبيرة اللي تقدر تهدد وجودهم نفسه واللي طول الوقت بترعبهم. هم في الآخر 7.7 مليون،
هم عددهم 9.4 مليون نسمة، بس في 2 مليون عرب 48 والباقي متوزعين في بلاد تانية. النمو السكاني العرب بيخليهم دايما يفكروا ازاي هم اللي يسيطروا. مشكلة القضية الصهيونية في الأساس إن هي ملخبطة، بيتدخل فيها عوامل كتير مختلفة، الدين والتاريخ والأساطير والمصالح الاقتصادية والمصالح السياسية، وسط ده كله بتطبخ طبخة وبناكلها كل مرة. بس تعال نجرب نفهم الطبخة من الأول. هم اللي بيعملوه من وجهة نظرهم هو انتقام، إن زي ما عشنا في شتات وانتوا قعدتوا في فلسطين، وده طبعا من وجهة نظرهم اللي احنا عارفينها كلنا، وجزء كبير منهم كمان عارف إنها مش حقيقية وإنهم مش أحفاد يهود الشتات. بس ماشي، هنتكلم من جوه عقلهم هم، عشان كده ما اعتقدش إن هم عايزين يوجدوا وطن جديد للفلسطينيين، هم عايزين يوجدوا لهم أوطان بديلة، عايزين يعملوا لهم تكتلات. في أخبار متداولة بتقول إن المقترح اللي بيدرس دلوقتي مش على قد مصر والأردن، لا كمان المغرب والصومال و4 دول. وتصريح نتنياهو الأخير واللي لأول مرة حد يدخل السعودية في اللعبة، ده غير الجزء اللي هم خدوه من سوريا مقابل دعم التحول الجديد في سوريا. ده كلام معرفش حقيقته، بس هو متوافق مع طريقة تفكير الناس دي اللي مصدرة نفسها لشعبها وهي بترسم أسطورتهم إن هم ما بيسيبوش طارهم، وإن هم هيطاردوا أي حد وفي أي حتة. كان من أول النازيين اللي كانوا بيلاحقوهم لغاية قادة المقاومة في كل زمان ومكان، في إيران، في لندن، في تونس، في أي حتة، هنجيبكم ومش هنسيبكم. وكمان رسخوا جوه شعبهم وهم بيبدلوا الأسرى من ساعة ما بدأوا سنة 79 لما كان الجندي ثمنه 76 معتقل فلسطيني. بعد كده السعر بيختلف سنة 83، 6 جنود من جيش الدفاع قصادهم 4765 أسير. معرفش هل ده هدفهم فعلا ولا لا، بإن هم يخلوا فيديو لمدة دقيقتين لجلعات شليط المقابل الإفراج عن 20 معتقل. إيه الرسالة من ورا الكلام ده؟ زي ما قلنا هم خالطين في تفكيرهم عقد التاريخ مع الأساطير مع الدين، لدرجة إن بن غوريون كان نادرا ما بيقول مصر، كان بيقول مصرايم، وده الاسم التوراتي لمصر. وهرتزل بعد ما قابل مصطفى كامل كتب في مذكراته في 24 مارس سنة 1897 إن سليل الفراعنة اللي اضطهدونا يتنهد اليوم الأسى من عذاب الرق البريطاني وتقوده طريقه إلي أنا اليهودي لأخرجه من هذا الرق. وده شكل من الأشكال عقد التاريخ المتحكمة في عقولهم. حتى الوعد المقدس بفلسطين زي ما هم بيقولوا عليه، بيقول نورمان كانتور، وده من أكبر كتاب التاريخ اليهودي، الوعد اليهودي لم يثبت علميا وهو أقرب للأدب منه للدين. نفس الكلام بيقول روبرت ألتر أستاذ الديانة اليهودية في جامعة بيركلي، إن التوراة المتداولة الآن تقرأ بعيون الأدب وليست بعيون التاريخ أو الدين. عشان كده سيطروا على وسائل الإعلام والفن والثقافة وطبعا هوليوود، وبقوا هم اللي بيحكوا الحكاية والناس كلها بتتفرج عليها. وده طبعا محتاج حلقه لوحده. طول الوقت كان بيكون جوايا سؤال، ازاي هم عارفين عننا كل حاجه؟ ازاي عارفين بنحب ايه وبنكره ايه؟ عارفين اغاني ام كلثوم وحتى بياخدوا الحانها؟ هل عشان في منهم عاشوا وكبروا في مصر، ولا هم عايشين بمنطق اعرف عدوك؟ وده خدني بعد كده لسؤال تاني، هو ايه اللي اعرفه عنهم او ايه اللي احنا نعرفه عنهم؟ هل احنا عارفين بيفكروا في ايه؟ دينهم وافكارهم ومعتقداتهم ايه؟ ولا احنا بنتعامل معاهم من زاويه واحده؟ العدو مش لازم يبقى دايما لابس لك درع وماسك سيف، ممكن يبقى لابس بدله وكرافته عادي، ممكن يبقى بيبتسم لك في وشك وهو بيخطط ازاي هيوقعك. يعني اعتقد ان في ناس اكيد عارفه الكلام اللي هقوله ده، بس الكلام ده كان فكرهم وجزء من خطتهم. طبعا مش هقدر احكي كل اللي كان مكتوب، بس هقول لك ان الكلام ده كان في جلسه رسميه لمجلس الوزراء بتاعهم بتاريخ 29 مايو 1949. وعشان ما اطولش عليك هقول لك كام حاجه منهم بس. بن غوريون بيقول، ودي كانت من ضمن اقتراحاته في العرض العام لاستراتيجيه الكيان، كان بيقول ان مصر لازم تفضل ورا حدودها، والانجليز والامريكان واوروبا لازم يعرفوا ان ده في مصلحتهم، ده في مصلحتهم من الناحيه الاستراتيجيه ومن ناحيه تامين البترول. بيقول كمان ان من الضروري توسيع العازل الصحراوي بين مصر ودولتهم. العازل ده ما بقاش فيه سينا وبس، لازم كمان يبقى فيه منطقه النقب الصحراويه في جنوب فلسطين، وده اللي بيحصل طول الوقت. سينا ارض مصريه غير مستغله بشكل كامل، وكل ما نحاول نعمل فيها حاجه لازم يحصل حاجه جديده. وكمان غزه وجود الصراع طول الوقت هناك ده بيفضل محافظ على المسافات اكتر واكتر، او حتى بعد تهجير جزء منها وادخال قوات امريكيه عشان تامنه وبناء حلم ريفيرا هيفضل باعد مصر عنهم اكتر واكتر. وده من ضمن الاهداف اللي فضلوا يحافظوا عليها طول الوقت. ده كان جزء من الخطه اللي اترسمت سنه 49. وده الفرق اللي بيننا وبينهم طول الوقت، هو بيخطط طول الوقت وبيرسم على المدى القريب والبعيد كل شيء عشان يحقق حلمه. يمكن النهارده توسعه في اتجاه غزه ما بقاش مطلوب اصلا، هو دلوقتي وقبل كده توسعه ناحيه اسيا واوروبا بالنسبه له افيد بكتير. الصداع الحقيقي كان الجزء اللي هناك ناحيه الضفه، بس ايه اللي بعد كده؟ هل لو خلص جزء غزه والضفه الموضوع هيقف؟ ما اظنش ساعتها انه هيقف، لانه هيبص العرب 48. احنا بقى ايه هدفنا؟ طب ايه اللي احنا بنطلبه؟ ايه اللي احنا عايزينه طول الوقت؟ على طول بنسمع ان احنا عايزين حل الدولتين. طيب عملنا له ايه؟ ما هو اترفض من حماس والكيان. فكرنا في حل تاني او حاجه تغير الوضع؟ بصراحه بحس ان الموضوع كده شبه كاس العالم، انت عايز تروح وتكسب وترفع الكاس. طب عملت ايه من الاول عشان توصل انك تلعب في النهائي اصلا؟ مش بس النهائي، انك اصلا تروح. مش لازم انت تبني وتخطط، مش لازم كل انتصار بتحققه وتدرسه وتتعلم منه. انا ما تعودش نقول لازم، لان مفيش شيء لازم، بس يمكن عشان نعرف نقط ضعفنا وقوتنا محتاجين ما نفرحش غير لما نشيل الكاس، ولان مفيش حاجه اسمها فات الميعاد، حدوتتنا لازم تكمل. احنا اكيد ممكن نكتب حاجه جديده. الموضوع مش غضب وكلام شعارات، الموضوع حكايه شعب.
محتاجة تترسم وتتخطط، محتاجة ايدين تسند وعقول تفكر. ولان التهجير مش هو الاخر، ده بنى اشتغلوا عليه من سنين. التهجير المرة دي مش خطوة، ده زلزال بيهز قلب الاوطان. فلسطين مش مجرد قضية، دي قصة ناس كانوا هنا وفجأة عايزينهم يبقوا لاجئين في كل الدنيا. احنا بنشوف وبنسمع وبنحزن. طب وبعدين؟ يمكن محتاجين قبل كل حاجة ان احنا نبطل نشكك في بعض كعرب، ونقول مين اللي عنده مبدأ اكتر من التاني. ولو حتى فينا عيوب ليه بنضرب في بعض؟ ومين احسن ومين عربي وطني اكتر؟ محتاجين نحترم خصوصية كل شعب ونقدر دوره. لان في اللحظة اللي هتحس فيها بأفضلية على اخوك او بأحقية الشعب ده في اللي هو بيعمله، عمرك ما هتحس باحتياجك ليه. احنا محتاجين نشوف كل الشعوب كبيرة. لازم كل واحد فينا يكون عارف دور اخواتنا في الجزائر ودور العراق ودور السعودية ودور مصر كمان. مفيش فضل الاخ على اخوه. محتاجين نفهم ان الارض مش بتتباع، الوطن مش خطوط على الخريطة، والحق لو اتساب الزمن مش هيرجعه. الفلسطيني النهارده لو بيتهجر هيبقى بكره الدور على مين؟ كل شيء بينسرق مني العمر من الأيام. الموضوع مش بعيد ومش قصة غيرنا، ده امتداد لينا. اللي يرضى الظلم على غيره دايما بيستناه على بابه. معرفش. شجر الليمون دبلان على أرضه وكمعة ومواسم عدوا، وشجر الليمون دبلان على أرضه